وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي والمرافق لسموه قد قام ظهر اليوم بتقديم واجب العزاء إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان الشقيقة، وأخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، ولإخوانه في الأسرة المالكة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وذلك في قصر العلم العامر بالعاصمة مسقط. بارك فيك وربنا إن شاء الله يدخلها الجنة وما مات الله يرحمها وانتم موجودين. بارك الله. الحمد لله على كل حال.